السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ المشوية في الكيس الحراري بطريقة سهلة وسريعة جدا إن شاء الله، مش هتاخد معاكي وقت وهتاكلي أحلى فراخ مشوية. هنقول بقى مع بعض المقادير والطريقة إن شاء الله. معانا فرخة أي حجم انت حباها، معانا خضار، معايا بطاطس وجزر، معانا كمان بصل مقطعه بالشكل دوت، ومعانا كمان كام طماطمية كده، واحدة فلفل. هنقول بقى مع بعض هنستبعد ده شوية كده على ما نشوف هنعمل ايه في التتبيلة بتاعة الفراخ. معايا معلقتين كاتشب، هناخد كمان معلقة زعتر، طبعا الزعتر ده بيبقى جميل جدا في الفراخ المشوية. هناخد طبعا الملح، فلفل اسود، هناخد كمان بابريكا، هناخد بهارات فراخ، عندك ماشي، ما عندكيش مش مشكلة، هي طبعا الفراخ موجودة. وبحب ادخل الكاري في اي حاجة، في اي اكل بعمله بحب ادخل الكاري معايا. هنبدأ بقى نقلب كل دوت. هاخد شوية خل كده عشان تساعد في تسوية الفراخ بسرعة، وهنقلب كل دوت. قلبنا كله كده مع بعضه. تعالوا بقى نجيب الفرخة بتاعتنا ونبدأ ندهنها كده من بره ومن جوه بالشكل دوت. وكمان ما بين الجلد كده واللحم بالشكل دوت. نبدأ بقى نكتف الفرخة بالشكل ده. هنروح بقى على الخضار، او هنجيب الكيس الاول ونحط فيه الفرخة بالشكل دوت. وهبدأ هكتف بقى الفرخة وهي في الكيس عشان متتفتش معايا. اغسل ايدي الاول. هنبدأ بقى ناخد الخضار بتاعنا، لو حابة تحطي بسلة كوسة الموجود عندك، حابة تزودي زودي. ناخد طبعا البصل، وهناخد باقي التتبيلة او الصوص اللي احنا كنا استخدمناه للفراخ، ونبدأ بقى نفضيه كده عليه ونقلبه عشان كله يتشرب كده مع بعضه بالشكل دوت.
وهنروح بقى نجيب الكيس. تعالوا بقى نفضي الخضار مع الفراخ بالشكل دوت. بسم الله. نحاول كده نضرب الكيس ونخلي الفراخ كده حوالين الفرخة بالشكل دوت. طبعا هنفضي باقي الصوص. تعالوا بقى نغسل الصوص بتاعنا. وطبعا بيجي معاه القفل دوت. هنقفلها كده كويس. نحاول بقى نحط الزيادة بتاعت الكيس كده او نقطعها. معانا مية سخنة. بسم الله. المية المغلية دي ونحاول كده نحطها في الصينية. هي وهنبدأ بقى نفرغ. طبعا نعمل فتحات كده في الكيس عشان ما يفرغش معانا بالشكل دوت. كام فتحة كده عشان تخرج الهواء. بس كده. هندخله بقى الفرن على درجة حرارة 200 الأول نص ساعة، والساعة التانية هنوطي عليه النار علشان تستوي بقى الفرخة براحتها كده والخضار يستوي براحته، ونشوفها بعد ما تخرج من الفرن إن شاء الله. ودي شكل الفراخ بعد ما استوت. ما شاء الله. الخضار مستوي جدا اهو، والفراخ كمان مستوية. ادي شكل الفراخ بعد ما غرفناها، جميلة جدا وكل الخضار مستوي. بس كده شايفين الخضار ما شاء الله. الفراخ مغابتش واستوت معانا. وده كان فيديو النهاردة، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.